في آخر الفيديو كمان هاقول لِك روتين تقريبًا ب100 جنيه لو أنتِ عايزة بديل أرخص ومش مناسب إن أنتِ تشتري الكريمات الغالية دي كل شهر. في الفيديو ده هاقول لِك أقوى مرطبات أو body lotion للجسم بتساعدِك تتخلصي من جلد الوزة وإيه رأيي فيهم. هاقول لِك مميزات وعيوب كل واحد ومكوناته إيه، وإيه جاب نتيجة أسرع وإيه ما جابش نتيجة خالص. في الفيديو ده هنقارن ما بين أليجون يوريا كريم، هنقارن ما بين moist one، هنقارن ما بين شان body milk، فتابعي الفيديو لغاية الآخر علشان تستفيدي. وهاي يا حلوين عاملين إيه؟ أنا علياء ودي قناتي سيمبلي علياء. في الفيديو ده زي ما قُلت لكم في المقدمة هنقارن ما بين أشهر كريمات اليوريا اللي موجودة في السوق حاليًا، وهل فعلًا بتجيب نتيجة وبتعالج جلد الوزة والّا لأ، وخدت مدة قد إيه. وقّفي الفيديو دلوقتي وروحي هاتي حاجة تشربيها علشان تستمتعي وأنتِ بتتفرجي على الفيديو. كمان ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس، تعملي لايك وتبعتي الفيديو لأصحابِك علشان يستفادوا هم كمان. ويالّا بينا على الفيديو. قبل ما ندخل في المكونات، أنا عايزة كل بنت تنزل تحت في الكومنتات تكتب لي بجد الروتين اللي جاب معاها نتيجة في علاج جلد الوزة علشان كلنا نستفاد من بعض. كمان لو حسيت إن هو بيضيف حاجة للروتين بتاعي هاطلع وهاعدل الروتين بتاعي في فيديو تاني وهاجيب الكومنت بتاعها وهاحطه في الفيديو معانا. تعالوا بقى نتكلم عن الكريمات دي اللي أنا قُلت لكم عليها، بس قبل كمان ما أكلمكم عنها أنا عايزة أقول لكم إن أنا عملت قبل كده فيديو عن روتين جلد الوزة، الروتين بتاع الشاور بقى اللي فيه ساليسيليك أسيد واللي فيه تقشير واللي فيه الحاجات الحلوة دي، طبعًا هاسيبه لكم تحت في الdescription box أو في صندوق الوصف. بعد ما تخلصوا الفيديو ده ابقوا روحوا شوفوه هتستفادوا جدًا منه، وده يعتبر الجزء التاني منه واللي هاقول لكم فيه عن المرطبات اللي نفعت معايا جدًا في جلد الوزة. ويالّا نبدأ بأول حاجة. أول حاجة معانا في المقارنة دي هي moist one body milk، مكتوب عليه إن هو مرطب يومي للجسم. أهم المكونات اللي فيه وهي السيراميد، دي مادة بتقوي حاجز البشرة جدًا وكمان بتمنع فقدان المَيّة من الجسم، يعني بتقلل الجفاف جدًا. تاني حاجة معانا هي الهيالورونيك أسيد، المادة دي بتجذب المَيّة للجلد وطبعًا ده بيحافظ على إن الجلد يفضل مترطب فترة أطول. تالت حاجة معانا وهي حاجة حلوة جدًا، جدًا، هي النايسيناميد فيتامين B3. النايسيناميد طبعًا بيهدّي البشرة أوي، أوي، وبيقلل من الاحمرار، وبالتالي أقدر أقول لكم إن ده حلو جدًا، جدًا بعد الshaving أو بعد الشاور اللي أنتِ بتعملي فيه shaving أو scrub أو مثلًا عملتِ حمام مغربي. ليه؟ علشان هيهدّي زي ما قُلت لِك النايسيناميد الجلد، هيخلّيه الاحمرار اللي فيه يقل كتير أوي، ده بيساعد الجلد طبعًا إن هو ما يكوّنش جلد وِزّة. يعني أنتِ لو عالجتِ الاحمرار أول ما تطلعي من الشاور خلاص أنتِ كده تفاديتِ إن يحصل لِك جلد وِزّة. طبعًا في يوريا، بس اليوريا تركيزها خفيف فيه، قوامه خفيف مش تقيل أوي. هاورّي لكم برضه القوام بتاعه، بُصّوا القوام بتاعه، أنا مجرد ما بافرده هو بيتفرد خلاص، يعني مش تقيل ومش خفيف، تمام، ولكن هو بيسيب طبقة دهنية خفيفة أوي، أوي، أنا باقدر أستحملها عادي. مكتوب عليه إن هو بيرطّب الجسم لمدة 48 ساعة، بس للأسف هو أقصى حاجة بيرطّبها مثلًا يوم، يعني 24 ساعة. عمل لي إيه بقى في جلد الوزة؟ بصراحة أنا ما شُفتش معاه نتيجة قوية في جلد الوزة، لإن زي ما قُلت لكم أنا ممكن إن أنا أكون مرطّبة جسمي الصبح وعلى آخر اليوم كده أحس إن لأ، الترطيب بيكون راح، فبرضه ده ما ساعدنيش أوي، لإن جلد الوزة عايز حاجة تكون تركيز اليوريا فيها عالية، للناس اللي عايزة نتيجة سريعة، يعني ما حسيتش إن ده هيكون الخيار الأحسن ليها. بالمناسبة هم عاملين من نفس الشركة اللي هي moist one دي، عاملين كريم فيه يوريا بنسبة أعلى، بس طبعًا ده أنا لسه ما استخدمتهوش لإن سمعت بنات كتير بتقول إن ريحته وحشة أو بيسيب الجسم بريحة وحشة، فأنا بصراحة ما جربتهوش، ولكن لو جربته برضه هاعمل لكم فيديو، هاعمل لكم update إن شاء الله عليه. ندخل بقى على آخر حاجة وهي السعر، سعره من 250 ل300 جنيه، ساعات بالاقيه ب300 وساعات بالاقيه أغلى، مش عارفة بصراحة ليه سعره مش ثابت، لكن هو ده الreview المفصل عنه. ندخل على تاني حاجة وهي المشهورة جدًا، جدًا، الشان body milk. الشان body milk أنا ما حسيتش أوي بميزة عن moist one، هو الشان تقريبًا فيه نفس المكونات، فيه برضه ceramide اللي هو بيقوي حاجز البشرة، niacinamide علشان يقلل الالتهابات بتاعة البشرة أو الاحمرار، فيه يوريا برضه بتركيز خفيف تقريبًا زي moist one، وبرضه قوامه خفيف برضه milky كده. الشان body milk بقى الميزة اللي فيه إن هو أحلى في القوام من moist one، ولكن
تأثيره أقل في المفعول من moist one. يعني مثلًا ده أول ما باحطه حرفيًا الجسم بيتشربه في ساعتها، مش باحتاج وقت خالص علشان ينشف، فده مناسب أوي، أوي، أوي لفصل الصيف. ممكن أقول لكم إن moist one مناسب للشتا أكتر علشان جفاف البشرة وكده، ففي الشتا ممكن إن البشرة تمتصه بشكل أسرع، لكن هو في القوام، في المكونات، في كل حاجة نفس الmoist one، ولكن برضه في جلد الوزة مفعوله أبطأ. يعني أنا شُفت مفعول من moist one أكتر من شان، لكن شان ممتاز جدًا في الترطيب، ممتاز جدًا في تهدئة البشرة. الاتنين برضه moist one وشان ما فيهمش أي روايح، يعني آمن جدًا للاستخدام اليومي، استخدام بعد الshaving أو للsensitive area عادي. عايزة أقول لكم ميزة في شان body milk إن هو ما فيهوش أي مواد بتسبب انسداد في المسام ومكتوب عليه كده. يعني الشان body milk تقدري إن أنتِ تجيبيه تستخدميه لجسمِك ولبشرتِك لو أنتِ ما عندكيش بشرة دهنية أو بتتلكك إن هي تطلّع حبوب، فهو لأ، مش بيسد المسام خالص. برضه حجم الmoist one 300 مللي، فده للأسف يعني حاسة إن هو يخسر شوية في المقارنة دي، لإن هو سعره من 250 ل300، وشان بيكون موجود في كل مكان تقريبًا، بيكون موجود من 180 ل200، لمّا بيغلى أوي بيبقى من 210. فبرضه على الحجم والسعر والمكونات فهو حلو أوي، أوي. ندخل على عمهم في جلد الوزة، أليجون يوريا كريم. عايزة أقول لكم ده تحفة، يعني ده بجد، بجد هو المنقذ في جلد الوزة، ولكن برضه هاقول لكم مميزاته وعيوبه إيه. أول حاجة في مكوناته واللي مكتوبة واضحة زي عين الشمس، اليوريا 10%، ودي حاجة حلوة أوي، أوي، أوي. التركيز اليوريا عالي وده مقشر زي ما إحنا عارفين، وفي نفس الوقت اليوريا بالنسبة دي بترطّب أوي الجلد. زي ما قُلت لكم أنا هاحط لكم برضه شكل جلد الوزة هنا. تاني حاجة وأهم حاجة فيه salicylic acid يا جماعة، وده برضه من المقشرات الحلوة أوي، أوي. الsalicylic acid بيدخل جوّه المسام زي ما قُلنا، بينضّفها وبيخلّصنا من برضه الكرياتين اللي سادد إن الشعراية تطلع على سطح الجلد، وبالتالي برضه دي حاجة حلوة أوي، أوي موجودة فيه. كمان موجود shea butter مرطّب ومغذي، وبرضه بيحتفظ بالمَيّة تحت الجلد لفترة طويلة، فبيحافظ إن جسمِك يفضل مترطّب فترة طويلة. القوام بتاعه بقى للأسف هو ممكن يكون لبعض الناس مُزعج شوية. بُصّوا ركّزوا معايا، بُصّوا قوامه بينزل إزاي. هو للأسف يعني تقيل. كمان بيسيب طبقة دهنية بتحتاجي إن أنتِ تقعدي تدلّكي إيدِك أو تدلّكي جسمِك كتير علشان يتشرّبها. هي طبقة تقيلة، ولكن أنا بالنسبة لي هي كانت perfect علشان تعالج جلد الوزة، بحيث إن جلدي مترطّب حرفيًا زي ما هو مكتوب 48 ساعة، وده الحاجة الوحيدة، الوحيدة اللي خلّصتني تمامًا من جلد الوزة. تركيز اليوريا فيه حلو، فيه salicylic acid، فيه shea butter. عارفين كمان لو أنتم جلدكم ناشف جدًا أو جاف جدًا، برضه ده هيساعدكم جدًا، جدًا. مش شرط يكون عندكم جلد وزة. المشكلة اللي فيه هي حاجة واحدة بس، يمكن القوام بتاعه تقيل شوية، وتاني حاجة إن سعره 340 جنيه، وساعات بيبقى ب300، بس برضه مش عارفة هو ليه مش سعره موحّد. آخر حاجة أكلمكم عنها النهارده وهي اللي اتكلمت عنها في روتين جلد الوزة هو الكرباميد. الكرباميد يا جماعة كريم بيتجاب من الصيدلية عادي ب65 جنيه، يعني دي أرخص حاجة فيها يوريا. وبُصّوا هنا مكتوب إيه، يوريا 10%، يعني نفس التركيز اللي موجود في أليجون اللي هو ب340. هنا في كرباميد في شمع العسل وفي بارافين، فيمكن دي تكون حاجة يعني شوية تقيلة. هو برضه كريم فقوامه تقيل مش خفيف خالص، تحتاجي برضه إن أنتِ تدهنيه وتستني شوية علشان البشرة تمتصه. بس لو أنتم عايزين حاجة تخلّصكم من جلد الوزة ومش عايزين تدفعوا كل شهر مبلغ كبير على أليجون أو على moist one، فهاتوه طبعًا، وهاتوا معاه بقى حاجة حلوة جدًا وهي البانثينول. الاتنين دول مع بعض أنا حاسة إن نتيجتهم نفس نتيجة أليجون، ويمكن يعني أرخص بكتير جدًا. فطبعًا لو الكفة هتروح لمين، الكفة هتروح للكرباميد والبانثينول. باحط يعني ترِكّة زيادة من عندي إن أنا باقفل فوقيهم الترطيب أي فازلين عندِك. يعني باعمل إيه، بادهن الأماكن اللي عندي فيها جلد وزة بادهنها بكرباميد، بعد ما بينشف باحط عليه بانثينول علشان أعزّز من الترطيب، أو أحط له مادة مرطبة تقفل على الكرباميد، وفوقيه باحط نقطة صغيرة جدًا من الفازلين. الفازلين بيقفل لي على كل الطبقات دي، وبيخلّي لي جسمي مترطب فترة طويلة جدًا، 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 زي ما قُلت لكم في الفيديو اللي فات، مع الأكراتين علشان يقشّر لِك برضه الجلد الميت. قُلت كل ده الفيديو اللي فات، ولكن أنا دلوقتي بس باكلمكم على المرطبات. فأنتِ لو ميزانيتِك محدودة أو معاكيش إن أنتِ تجيبي الكريمات الغالية، أهو
ده كريم تقريبًا ب65 جنيه، ده ب60 جنيه، والفازلين أعتقد موجودة عندنا كلنا حاجة أساسية، فتقريبًا مش هتحتاجي أكتر من 100 أو 120 جنيه علشان تجيبيهم، ولكن لو أنتِ محتاجة تجيبي حاجة أقوى ومش مهم معاكِ السعر وفيها حاجات تانية مفيدة، فهاتي أليجون طبعًا، طبعًا، وبرضه أليجون حجمه 200 مللي، فهو برضه أصغر واحد فيهم، أصغر من شان في الكمية وأصغر من moist one في الكمية، ولكن حرفيًا نقطة واحدة بتاخد كمية كبيرة جدًا من جسمِك عكسهم هُم الاتنين، فأنا أرشّح لِك ده في الغالي، وأرشّح لِك تين ده في الرخيص. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إن أنا شرحي يكون مبسّط ومفيد. كمان لو عندكم كريم أنتم جرّبتوه وجاب معاكم نتيجة في جلد الوِز يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. Thank you for watching وباي.